السلام عليكم. اي واحد فينا قبل ما يبغي يشري ولا يقصر شي جيم ولا بد كيمشي يشوف الفيدباك ديال بنادم اللي قصرها قبل ولا حتى الريفيوز ديالها في ميتا كريتيك، وهادشي اللي غادي يخليه انه يقدر يزعم باش يقصر ديك الجيم بيز على الريفيوز وعلى داكشي اللي قال الكونتنت كريتور اللي تفرج فيه. السؤال هنا كيبقى واش هذاك الساط اللي حط الكريتيك ولا داك الساط اللي قال الريفيو غادي تكون عندك نفس الاكسبيريونس ديالو هو مع الجيم، واش هي النيت اللي غادي تكون عندك حتى نتايا. فهمتيني واش تقدر تحكم على الفيديو جيم غير من الفراجه، واصلا واش نقدروا ناخذوا الارقام كمعيار؟ مثلا ملي كتدخل الميتا كريتيك كتشوف واحد الجيم عنده واحد النمبر طالع مثلا 86 تقول عليها جيم مزيانه، واش الارقام اللي كيعطيهم دوك الريفيو نقدروا ناخذهم حنايا كمعيار؟ حيت اننا كنعرفوا في الفيديو جيم عندها بزاف ديال المعايير، لا الجرافيك لا الساوند ديزاين لا الليفل ديزاين لا الستوري. هنا فين كيبقى كل واحد فينا شنو كيبريفيري، اللي كيفضل الدي على الستوري وكاين اللي كيفضل الستوري على الجيم بلاي، وكل واحد شنو تيفضل. المهم في الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على الريفيوز والامباكت ديالهم عليك نتايا اوطونك بلاير. اول حاجه انا شخصيا اي جيم تفرجت في شي واحد مقصره كيعطيني واحد الفيلينغ بيزد على هذاك الساط اللي مقصر، واش الساط اصلا على باز كيقصر مزيان ولا ما كيقصرش مزيان، واش فريمون عنده نفس التفكير ولا نفس الميثود لانه كيفاش يلعب الجيم كما كنلعبها انايا بيان سيغ كلها. وهادشي اللي تيوقع ليا انه بزاف ديال الجيمز اللي تفرجت فيهم ملي مشيت قصرتهم واحد الفيلينغ اللي فريمون مختلف 100%، حيت بزاف ديال الجيمز اللي تفرجت بنادم مقصرهم ما كانوش كاع كيعجبوني، كانوا كيبان لي هذاك الشيء وضع هكا. من بعد ما انا قصرتهم كنقول ويت ماشي نفس الاكسبيريونس الصاد. على سبيل المثال ملي تفرجت انا في جوست اوف تسوشيما ما عطاتنيش كاع نفس الاكسبيريونس اللي خديتها وانا تنقصر الجيم. وهادشي ما عرفتش واش راجع للساط اللي كيقصر الجيم، وغالبا غادي تكون بحالها، حيت اي واحد ملي نتايا كتشد الكونترولر وانت كتقصر وانت كديريجي مثلا الكاركتير ديالك فين يمشي، ماشي نفس الحاجه ديال انت كتفرج في واحد هو كيمشي فين باغي يمشي، انت كتقدر تبان لك اوطونك متفرج انه غيتشوف واحد الحاجه اللي انتريسونت انت تبغي تمشي ليها، هو ولا كيمشي كيدير شي حاجه اخرى يقدر يقول لك عاوتاني غير بالنيفو بحال هكاك ديال التقصير ديالو. هنا كنقدروا نجاوبوا على السؤال الاول، واش غير من الفراجه ديالك انك تقدر تحكم على الجيم من جوج هواي، اما اللي كان البلاير كيلعب مزيان ولا البلاير ما كانش كيلعب مزيان. بحال دابا مثلا قلتي غادي تفرج في شي واحد كيلعب بابجي ولا كيلعب سي اس وخونا كيلعب مزيان، واش هادشي كيعني انه انت غادي تكون عندك نفس الاكسبيريونس ديالو، هو لعب مزيان موتيفاك باش تقصر هذاك الشيء، ولكن انت ملي كتدخل كتبقى غير تموت اللعيبات. فهنايا حتى ما تقدرش تحكم على الاكسبيريونس ديالك مع الجيم حتى تجربها. وثاني حاجه عندنا واللي هي المراجعه ديال الكونتنت كرييترز خصوصا اللي عندهم نمبرز كبار على الجيمز، بحيث الاغلبيه ديالهم انهم كيكونوا سبونسوريزين من عند الاستوديو اللي مخرج الجيم، سو بيان سور خاصهم يقولوا عليها داكشي الزوين. هذا هو الدور ديال السبونسر الصراحه، ديما خصو يكون مهايبي لك للجيم حتى اللي كيخدمته نورمالمون. وهاد اللعيبه هي النيت عاوتاني كتطبق حتى على مثلا ميتا كريتيك. كما كتعرفوا ميتا كريتيك فيه جوج ديال لي فاز، فيه الفاز ديال لي جورناليست وفيه الفاز ديال البلايرز العاديين. فاغلبيه ديال لي جورناليست كتلقاهم بحال هكاك ديما كيعطيو واحد الجو 100%. ويلي واش نقدروا نعتبروا كاع الجيمز كاملين انهم بيرفكت؟ فهنايا فين كيقدر يدخل البيزنس. بعد انا شخصيا ملي كندخل مثلا نشوف في ميتا كريتيك بحال هكاك الريفيوز ديال بنادم على شي جيم من بعد ما قصرتها، وكتبقى الفاز الثانيه اللي هي ديال البلايرز. فهنايا ملي كنجيو غادي ندويو على البلايرز اللي كيعطيو حتى هما الكريتيك ديالهم على الجيم، هنا كنبداو ندخلوا عاوتاني في واحد الباب اخر اللي هو انه تلقى بعض الناس كيعطيو الجيم نوت ناقصه بواحد الاسباب اللي عبيطه. وعلى سبيل المثال هذه شي حاجه اللي غير قريبه علينا بحال هكاك في الميدل ايست، يقدر ينقص مثلا من النوت ديال الجيم غير انها حيت ما كتسيبورتيش العربيه. وهاد اللعيبه الصراحه كتجيني عبيطه، حيت الجيم خصك تحكم لها على الستوري، خصك تحكم لها على الجرافيك، على الليفل ديزاين، على واش كاتشاتك، على الساوند ديزاين، على كاينين واحد الاساسيات اللي خصك تحكم عليها باش تقول ان الجيم مزيانه ولا لا. ما غاديش تقول ان هاد الجو ما داروش فيها حجره ولا ما داروش فيها شي حاجه عبيطه وغادي تقدر تنقص بسبب هاد اللعيبه. وهادشي اللي كيديروا خوتنا في الميدل ايست الصراحه. وعاوتاني كاينين شي واحدين اخرين كيعطيو الجيم نوت ناقصه حيت ما كتخدمش لهم في الكونفيك ديالهم، وهادشي اللي كيأثر على النوت ديال الجيم في ميتا كريتيك. وواحد النقطه اخرى هي انه الاغلبيه ديال الناس كيديروا الاسقاط. مما يعني الاسقاط هو انه كتشد واحد الجيم في واحد تايب وكتقارنها مع جيم في تايب اخر. على سبيل المثال غادي نقدروا ناخذوا مثلا لايف از سترينج وغادي تحاول تقارنها مع إلدر رينج، ولا غادي تحاول تقارنها مع شي جيم اللي في الجينرا اخرى. وهادشي اللي كيدير بزاف ديال الناس انهم كيشدوا واحد الجيم وكيديروا لها اسقاط. هذه كندوي على العامه ديال بنادم. فمثلا غادي تجي وغادي تقول ليه مثلا ميكس تيب اتس ا جود جيم مثلا، واخده هاد النوت ديال كما دارت اي جي ان عطاتها 10 على 10، واخا في الجينرا ديالها ما تتسالاش، ولكن بزاف ديال الناس كيقول لك ويلي واش مثلا اي جي ان عاطي الالدر رينج على 9 على 10 ولا شي حاجه بحال هكاك، وعاطي الميكس تيب 10 على 10 وضحك. فهنايا كيبدا هذاك الاسقاط. وانت مثلا ملي غادي تكون كتقصر واحد الجيم في واحد الجانرا خصك تقارنها مع دوك التايب اوف جيمز ديالو، فهمتيني؟ مثلا غادي تلعب شي جو اوبن وورلد خصك تقارنها مع لي جو اوبن وورلد ديالها، غادي تقصر مثلا شي جو تيرن بيز خصك تقارنها مع التيرن بيز ديالو. يمكنش لك تجي وتقارن مثلا هذا الجو عيانه حيت قارنتيها مثلا مع الجي تي اي. مثلا شي واحد كيقصر الار تي اس غادي يعجبوه الجيمز ديال الار تي اس، تعجبو مثلا سيفيليزاسيون، غادي يعجبو مثلا ايج اوف امباير ولا ريفالدوم، ومثلا ملي غادي يجي على الجي تي اي غادي يعطيها 0 على 10. فانت ملي غادي تشوف
انه عاطي لهذا النوط، فان الساط هو كيعجبو هذاك الستيل، وهذا الشيء ما كيعنيش انه احسن من دوك الجيمز الاخرين، غير كل واحد والستيل ديالو. وعاوتاني انايا بزاف ديال الجيمز اللي غير جربتهم ولا قصرتهم كنلقاهم انجوي الاكسبيريونس ديالهم، اما من بعد ملي كنجي كنبغي نشوف مثلا الفيدباك ديال بنادم شنو تيقول على ديك الجيم، كنلقى بنادم ما عجباتوش الجيم، ولا بنادم كيعطي اسباب عبيطه علاش ما عجباتوش ديك الجيم. وهنا كاين واحد السبب، شي واحد تيقصر فيفا من البدايه ديالها، من شحال هادي، من فيفا 13 فيفا 10 وهو كيقصر فيفا. هاد الفيرسيون الاخرى ديال فيفا عيانه بارابور مثلا لي زيديسيون اللي قبل، فهو بالنسبه ليه هاد الايديسيون هادي عيان. ولكن بالنسبه لشي واحد اللي اول مره غادي يلعب فيفا غادي تبان ليه الجو ناضيه، حيت عمره ما جرب هذوك لي جو القدام. وهاد اللعيبه تطبق على بزاف ديال الجيمز. كنلاحظ انه بزاف ديال الناس كيعطيو الجيم نوط عيانه حيت انها ما كملاتش تقريبا النجاح ديال الجزء الاول، خصوصا ارتباط اللعب بالجزء الاول. فواحد اخر جديد غادي يلعب الجزء الثاني مثلا لاول مره غادي تعجبو الجيم. في هذا لوكاش كنا غادي نقدروا نقولوا عليه صحيح واش الساط اللي غادي يجرب الجيم اول مره وغي انجوي، ديال الساط اللي كان كيقصر شحال هادي، كان كيقصر الاجزاء اللي قبل شحال هادي، ومن بعد ما قصر هذا ما عجبوش، فهذاك الشيء كيبقى نسبي 100%. واشهر مثال الصراحه هو جاد اوف وور. بالنسبه للناس اللي اولد سكول مع الجاد اوف وور ما عجبهمش هذا الستيل الجديد ديال الربعه وديال راغناروك، كيبان لهم ماشي هذا هو كراتوس. ولكن بالنسبه لواحد اخر اللي غيلعب مثلا الجاد اوف وور لاول مره غادي تبان ليه جو واعر ديال بصح، والجيم اوف ذا يير والروينه. فالبلان ديالك انت يا از بلاير الصاد هو انه ما عمرك ما تشوف شي ريفيو ديال شي واحد، ديما جرب، ديما نقصر، ولو تقصر غير ساعه ساعتين وغادي تقدر تبان لك الجيم. ولكن الا جيتي غادي تحكم على الجيم واش زوينه ولا ما زويناش من خلال الاكسبيريونس ديال واحد اخر، هنايا انت كتسد عليك واحد الاكسبيريونس اللي تقدر تعجبك من بعد. انا بزاف ديال الجيمز اللي كيعجبوني دابا كانوا في الاوائل كانوا كيبانوا لي جيمز اللي ما نقدرش نجربهم، وانا حاليا تنجويهم. على سبيل المثال سليت سباير كنتي غادي تقدر تشوفها من ناحيه الديزاين ولا من ناحيه الجيم بلاي، تقول ديما عمري ما تقدر تنجويها، ما عمرك ما غادي تعرف القيمه ولا الحلاوه ديال الجيم حتى تجربها. حتى الا كنتو غادي تفرجوا شي واحد كيدير ريفيو على الجيم خصكم تشوفوا شي واحد غيكون كيدير ريفيو الجيم موضوعي، مما يعني انه كيفرق الجيم بالاجزاء، مثلا كوتي جرافيك واش زوينه ولا هكا، والدي او واش زوينه ولا لا، كوتي ستوار حتى هي شنو هي ليستوار ديالها، ليفل ديزاين، ساوند ديزاين وما الى ذلك. هنايا صراحه غادي نبغي ننصحكم بواحد جوج اللي كيديروا هاد اللعيبات عندنا في المغرب. واحد مالوغوزمون حبس، عنده واحد باقي كيدير ما عرفتش واش باقي كيلوه دابا ولا لا، اللي هو كاين تال جيمين، واحد الدري مغربي كان كيدير ريفيوز ناضين الصراحه، كان كيبان لي المهم كان كيجيني واحد من احسن ريفيورز ديال الجيمز، حيت كان كيدوي بموضوعيه على الجيم، كان كيشد، كان كيقسم مع اللعيبات، ما كانش عنده واحد التمييز، ما كانش كيقول هاد الجيم واعره حيت انا كتعجبني. وكاين لعبت كتلقاو في انستغرام غالبا، كنبغي نعطيهم شراوت من هذا الفيديو. هذا ما كان عندنا في الفيديو ديال اليوم. بغيت ندوي في هذا البلان واخا الصراحه ما تطرقتش ليه بزاف، ولكن اهم حاجه اللي تقدروا تخرجوا منها في هذا الفيديو هي جرب الجيم قبل ما تشوف الريفيو ديال حتى شي واحد، حتى تجربها ديك الساعه تقدر تمشي تشوف واش انت متفق مع بنادم ولا لا، ما تشوفش داك الشيء قبل. thank you for watching, I hope you enjoy. نتلاقاو ان شاء الله in the next video. Peace out.